السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في لاشين ديالي بي فيمينين باي غزلان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه مره اخرى. مرحبا بكم معايا في واحد السلسله اللي غادي نبداها معكم من الان، اللي هي سلسله العروس. بما اننا مقبلين على ان شاء الله مورا رمضان شهر 7 وشهر 8 اللي كيكون غني بالاعراس والمناسبات، والعديد من الفتيات ومن السيدات اللي معايا في الجروب ديالي وفي لاباج اوفيسيال كيسولوني على الوصفات اللي كتبيض الجسم، وانا جيت نشارك معكم ونتقاسم معكم الوصفه المعتاده عندي. طبيعه الحال الوصفات كاع اللي كنقدم لكم في لاشين كتكون على الاقل دوزات معايا واحد شهرين ولا 3 شهور ديال الاستعمال، عاد كنجي نحطها لكم في لاشين. دونك انا جبت لكم هذه الوصفه هذه اللي انا تنديرها دائما في اي حمام عندي وما كنستغناش عليها. وبغيت نوضح واحد النقطه، ان الجسم ماشي صافي نحيدوا الخلايا الميته وفهذا كافي، لا راه واخا كنحيدوا تنديروا ان غوماج بواحد الكيس في الحمام او لا، راه ما كيتحيدوش كاع الخلايا الميته. دونك هذه كتزيد كتعاوننا باش داك الخلايا الميته يتحيدوا كومبليتمون. اول مكون ان شاء الله، وبما انها وصفه خاصه بالعروس فانا اختاريت مكونات اللي متواجده في اي منزل، ومكونات اللي كتكون حاضره في اي دهاز او لا في عند اي عروسه. اول مكون هو الحناء. فكل شيء كيعرف الحناء المغربيه والمزايا ديالها في التبييض وترطيب الجسم. عندنا واحد 4 المعالق ديال الحنه، عندنا واحد 2 معالق ديال الورد البلدي. فانا هنايا غير وريتكم، اما الكميه راه نتوما اللي غادي تعبروها. تاخذوا ملعقه بحال هذه، غديروا واحد 4 المعالق ديال الحناء مع واحد 2 معالق اولا 3 ديال الورد البلدي، مع واحد 2 معالق ديال الخزامه، مع واحد المكون اللي باقي بين الاخذ والرد. شي كيقول راه سام وشي كيقول لا، ولكن خبراء التجميل والطب البديل كيقول بلا ما خصناش نتجاوزوا واحد لا دوز معينه. فهاد المكون اللي هو الداد غادي تاخذوه من عند العطار. غادي تاخذوا مثلا واحد 2 طريفات بحال هادو، غادي تدقوهم اولا في المهراس ديال النحاس، من بعد غادي تعاودوهم في الكاس ديال العطريه ديال مولينكس. طبيعه الحال ما غاديش نقول لكم ديروا واحد خاص بالوصفات، وانما منين تساليو من الوصفات ديالكم من الطحن ديال بحال هاد المواد هادو غادي تغسلوه مزيان بجافيل وبيان سور مسحوق ديال الغسيل ولا اللي كان، المهم بعدا نيطوايوه مزيان. غادي نقول لكم غادي نديروا واحد الكاس ديال طاحونه اللي خاص بهاد الوصفات هادو التجميليه اللي كنديروا، حيت ماشي كلشي عنده الامكانيات. وانما منين نساليو من طحن بحال هاد المواد هادو بحال الداد بحال القرنفل نغسلوه مزيان بماء جافيل ونعاودوه بالخل الابيض، ثم نطحنوا فيه الخبز يابس، ونقدروا نطحنوا فيه حتى البصله باش تحيد لنا داك الريحه ديال شي حاجه اللي حنا ما باغيناش، لان غنعاودوا نطحنوا فيه شي حاجه حنا غناكلوها. دونك غتاخذوا 2 طريفات ديال الداد، غادي تدقوهم بالمهراز، ابري غادي ديروهم في الكاس ديال المولينكس العطريه يتطحن مزيان، غتاخذوا منه واحد 2 معالق. فهو مبيض رائع بالنسبه للوصفات اللي كتخلط مع الحناء. فهو عرفتي رائع 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 في التبييض بواحد الشكل ما تصوروش. ثم غادي ناخذوا 2 معالق ديال القرنفل اولا زهره القرنفل اللي كتكون على هذا الشكل هذا. هاد المكونات هادو انا ما يمكن ليش دابا نطحنهم دابا سوغ بلاص، انا ديجا وجدتهم من قبل لان شي شويه كيحتاجوا الوقت. دونك غادي نزيدو معاهم واحد 2 معالق ديال الحمص مطحون اولا بودره الحمص،
فاللي ما عارفش كيفاش كتصاوب بودره الحمص، انا فايت لي وريتكم كيفاش في فيديوهات سابقه وما فيها باس نعاود نوضح لكم ان الحمص يابس، ما تفزقوه ما حتى شي حاجه، ما تحمروه، غادي تشدوه غادي تدقوه حتى هو في المهراز حتى يتهرمش ويولي طريفات صغار باش ما يهرش لكم الموس ديال المولينكس. وعاد ديروه في الكاس مولينكس يتطحن. ثم الا ما عندكمش الحمص تقدروا تعوضوه بجوج معالق ديال الحليب غبره، انا كنستعمل نيدو كيبقى هو احسن حليب مجفف في الوصفات ديالي، اولا ديروا معلقه واحده ديال النشا، اولا جوج معالق ديال الفورس، اولا حتى دقيق الذره. ثم الازير كيبقى اختياري، حتى هو مطهر الجلد ديالنا وكيحيد داك الدهون اللي كتكون متراكمه، كينقي المسامات وكيخلي ريحه زوينه منين كنخلطوه مع الورد ومع الحنه. دونك غنديروا منه جوج معالق، وهذا كيبقى اختياري تقدروا ما تضيفوهش. بعد ذلك غادي نشدوا هاد المكونات هادو كاملين، غادي نطحنوهم، غادي نديروا كل وحده في قريعه، غادي نبقاو نهزوا كميه قليله فقط. يعني مثلا خدينا 3 المعالق ديال الحنه مطحونه، غنديروا معاها معلقه ديال الداد، غادي نديروا معاها معلقه ديال القرنفل، غادي نديروا معاها جوج معالق ديال الخزامه، غادي نديروا معاها جوج معالق ديال الورد، وغادي نديروا معاها معلقه ديال الحليب المجفف ومعلقه ديال الازير. بالنسبه للحليب المجفف نقطه توضيحيه، فهو كيخلي اللحم رطب، كيوازن، القرنفل كينشف وازير كينشف، فهو كيرجع داك الدهون اللي حنايا محتاجينها تبقى عندنا في لابو، لان الجلده كاين دهون زائده كاين دهون اللي حنا محتاجينها. ففي الحمام غادي نخلطوا هذا الشيء يا اما بالماء ورد، وهنا جيت باش نوضح معكم عاوتاني نقطه اخرى، كاين فرق بين ماء الورد وماء معطر بالورد، اولا او بلس اغوم دو روز، بحال هادوك اللي كيتباعوا ب5 دراهم، راه حتى شي علاقه مع ماء الورد. ماء الورد الحقيقي راه كيمشي من 15 درهم، ماشي 15 درهم راه ماشي 100% فغي، من 15 درهم حتى ل 30 درهم. بحال دابا انا هذه خديتها ب 15 درهم، وهذه خديتها ب 20 درهم. هذا ماء ورد مقطر اللي خديتها من النواحي ديال الرشيديه وقلعه مكونه والى اخره، فهو ماء ورد فعلا فيه رائحه وما كيخناش. وباش تعرفوه ماء ورد حقيقي ديروه في القرعه ديالكم سبراي، وزيدوا عليه واحد شي شويه ديال الزعفران حر، وخليوه مده ديال اسبوع. الى خناز عرفوه راه ماشي ماء ورد حقيقي، وإلا ما خناش راه هذاك هو ماء الورد الحقيقي. كاين هذا هو اللي كنت كنهضر لكم عليه، ماء بالورد، هذا ماء معطر بالورد، ما عنده حتى شي علاقه بماء الورد. هانتوما كما كتشوفوا شفتوا الفرق؟ وهذا خفيف بزاف، هذا شي شويه ثقيل عليه، والريحه ديال هذا ماشي زوينه، ماشي سيبورطابل صراحه، انا ما كتعجبنيش كيجيني خنز. وهذا زوين، هذا الا بغيتو تعطروا به مثلا شي حويجات ولا المخاد ولا شي حاجه بحال هكا، ولكن ابار سا ما كيعجبنيش، ما كنديروش. هانتوما كتشوفوا كنت خديته، ولكن ما استعملش منه حتى هذه اللي هنا راه باقا عندي محلوله. فحذاري من ماء الورد وتقولوا راه الوصفه ما دارت لينا حتى شي حاجه. كما قلنا بالنسبه حتى للحناء كاين تقدروا تلقاوها على هذا الشكل مطحونه وخاصه بالجسم، يا اما تطحنوها في الدار على يديكم، يا اما تشريوها هكا موجوده. فانا رائعه ريحتها، رائعه هذه. خديت واحد الشكل اخر، واحد الشكل واحد اخر، واحد ماركه واحده اخرى اللي كيتباعوا في الميكات وكيكونوا مسدودين بيان سور، ولكن حتى علاقه مع هذه.
ما كتخرش في اللحم، ما كتحسوش بها بصح كدير داك ليفي ديال الحنه. فهذه حنه مع ورد ديال قلعه بنكونه. نتوما عارفين بان الحنه كتقضي على الطفيليات، كتحيد داكشي ديال ليكزيما وداكشي بين الاصابع ديال الرجل ولا في الثنيات ديال الجسم. كتحيد داك التشققات ديال الجلد والتمدد ديالو، داك الصلابه كترجع له المرونه والحيويه ديالو. فاختاروا حناء مزيانه، يا اما طحنوها على يديكم يا اما اختاروا شي ماركه تكون مزيانه. بالنسبه لهاد المكونات هادو اللي سبق لي وذكرت، بالنسبه للعروس فاحنا كنبغيو نتهلاو فيها وكنخلطوهم في الحمام بماء الورد او ماء الزهر، وكنديروهم على الدات ديالها، ومن موراها كنديروا الصابون البلدي مع العكر الفاسي وكنخليوه واحد 10 دقائق. هاد الوصفه هذه كتبقى 10 دقائق، كنغسلوها بالماء وكنعاودو نديروا الصابون البلدي مع العكر الفاسي وكنخليوها 10 دقائق وكنشللو وكنبداو بالكوماج ديالنا. ففي الاخر كنحصلوا على بحال هذا الشكل هذا. انا هذه الكميه هذه ديال شخصين، مثلا البنت واختها ولا صاحبتها ولا ماماها، ولا كما قلت لكم انا خديت 3 المعالق ديال الحنه وخلطتها مع باقي المكونات اللي ذكرت. وحتى الحمام عاد نخلطها بالماء سخون. بالنسبه للعروس تقدر تخلطها بماء الزهر او بماء الورد. كما قلنا حنا كنبغيو نتهلاو في العرائس ديالنا، لان هذاك النهار كيكون ان جور سبيسيال. من مورا هاد الخلطه هذه اللي تقدروا ديروها مره في الاسبوع، واللي ما عندهاش الوقت تقدر ديرها مره في الشهر. المهم هو ما تستغناش عليها، لان بصح نيس كتعطي واحد لاكله، واحد ليفي رائع. تقدروا ديروا من موراها روز مطحون مع حليب غبره مع طين ابيض، يعني حتى تحكوا تساليو ديروا الروز مطحون تخليوه شي شويه حرش مع الحليب غبره. نوريكم الروز كيفاش طحنته. هانتوما خليتو شي شويه حرش، ماشي لينتو بزاف. وغادي نزيدو مع حليب غبره، وغادي نزيد معاه الطين الابيض ونخلطو حتى هو بماء الورد ونديرو كماسك صافي ونغسل. وان شاء الله تشوفوا النتيجه المبهره، ونتلاقاو ان شاء الله مره اخرى مع فيديو اخر. والله يكمل على البنات اللي غادي يتزوجوا هذا العام ان شاء الله على خير وبخير. بنات اولا عرائس هاد الاشهر هذه المقبله ان شاء الله، الله يكمل عليكم بالخير والتيسير ويرزقكم ان شاء الله الذريه الصالحه، والله يفرحكم والله يتاويكم الخير. ونتمنى على انكم تهلاو في راسكم من دابا، لان ماشي حتى السيمانه الاخرى تبقاو تقولوا انا ما عنديش لون موحد في الجسم ديالي او لا في الوجه ديالي. فمن دابا نتوما ملزمين باش تقوموا بوصفات اللي غادي تخلي البشره ديالكم نضره وتحتاجوها ان شاء الله هذاك النهار اللي تنفرحوا فيه كاملين. ما تراجعوش وحيدوا شي شويه ديال العجز وديروا هذه الوصفه ان شاء الله وردوا عليا الخبر. وإلا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم، بارطاجيو لا فيديو، تابوناو في ماشين. بيان سور راه كاين واحد الجرس على يديكم اليمين ضغطوا فيه باش يبقى يوصلكم كل جديد. وان شاء الله انا غادي نبقى متبعه معكم هاد سلسله العروس حتى نوصلوا لنتائج مرضيه وتعجبكم ان شاء الله. وخليوا لي لي كومونتير لتحت، وانا مازال معكم في وصفات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، وصفات ولا اروع ومجربه وبياض. هانتوما غادي نوريكم لابو ديالي ملي ما كنبقاش ندير هاد الوصفه هذه على الاقل غير مره في الشهر، كيرجع ليا بقع بحال في العنق، ما تيبقاش اللون ديالو بحال لو كور ديالي، ما كيبقاش مقارب اللون ديال وجهي، لان بطبيعه الحال العنق كيكون ناقص بدرجه على الوجه. اليدين ديالي حتى هما كياخذوا لا كولور ديال كتكون شي شويه بدات كتغمق، حيت هنايا الجو جو جاف وكاينه شي شويه ديال الشمس في هذه المناطق الصحراويه في جهه الرشيديه
وزاكوره ورزازات، وهادو كلهم مناطق فيهم الشمس بزاف. وحتى الماء حتى هو كيلعب دور. يعني هاد العرائس هادو ما يفلتوش الفرصه يديروا وصفات ويتهلاو في راسهم بالعصائر المغذيه اللي كتفتح لون البشره، ديال القرعه، ديال الخيزو. يشربوا المياه المعدنيه من الاحسن، اولا المياه اللي تكون تغلات وتصفات باش يتحيد من هذاك الشوائب ديال الكالكير الى غير ذلك، اللي كتعطينا واحد البشره شبه مظلمه. ويبعدوا على ساندويتشات وعلى السكريات بزاف، لانها كتراكم لنا سموم، وهي اللي كتخرج لنا الهالات السوداء، هي اللي كدير لنا لي بيغمونطاسيون، هي اللي كدير لنا لي طاش. وبهذا غادي نكون ساليت معكم هاد لا فيديو هادي، ونتلاقاو في فيديو واحده اخرى. باي باي.